السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة الأسرة للطبخ الوصفات الطبيعية. اليوم إن شاء الله نقدم معكم وصفة طبيعية ورائعة وصحية ولذيذة جدا بصارة، ولكن ماشي بحال المعتاد. هذه بصارة بالخضر وبالسمك، جات رائعة وجات لذيذة جدا وجات ناجحة وصحية، وما تشبعوش منها. تستعملوها كوجبة فطور أو عشاء خفيفة، كتستحق التجربة. كنتمنى أنكم تجربوها وتعتمدوها في الأكلات ديالكم الشتوية، فهي أكلة شتوية بامتياز ومحبوبة جدا. وتبعوا معايا إن شاء الله المقادير وطريقة التحضير ديالها سهل جدا، كتجي كريمية وكتجي رائعة جدا، مصحوبة بزيت الزيتون. ما تنسونيش حبيباتي من لايك ومن التشجيع. بداية عندي هنايا الفول، كمية من الفول، يعني أنا خديت غير كاس صغير ديال الفول، غسلته هكا وضفت عليه الماء خليته هكا ترقاد حتى غادي نوجد الخضر. صافي غادي نخليه على جنب هو الاول، ومن بعد غادي نمشي باش نوجد الخضر ديالي. بالنسبه للخضر فعندي هنايا جزره واحده، وعندي كورجيطه او قرعه خضراء واحده، وعندي بطاطا واحده، كذلك عندي بصله واحده، يعني ما درتش كميه كبيره من الخضر. وفي واحد طنجره الضغط درت واحد شويه ديال زيت الزيتون، ضفت عليه الملحه، وغادي نقطع ديك البصله ديالي، يعني هكا تقطيع اللي هو متوسط او صغير. نقطعها كامله هنا في الكوكوط، ومن بعد غادي نضيف عليها واحد راس ديال الثومه، حتى هو ما كبير ما صغير، يعني متوسط. وغادي نديرها فوق النار حتى كتشحر. هنا تشوفوا الثومه اللي ضفت، نقيتها وضفتها هنايا قطعتها، وغادي نخليها تشحر على نار مهيله، ونكمل الخضر ديالي في التقطاع. غادي نحاول انني نقطعها هكا مكعبات، اصلا غنديرها في طنجره الضغط، يعني غادي طيب في ظرف وجيز، ما خداتش معايا حتى ربع ساعه في الطياب ديالها. صافي غادي نكمل التقطاع ديال الخضر ديالي على هاد الشكل، وغنرجع معاكم باش نكملو تحضير ديال هاد البصارة اللذيذة جدا. صافي حتى هي غادي نقطعها هكذا كيفاش كتشوفوا. بالنسبه للتقطيع ديال الخضر قطعوا كيف ما بغيتو، اصلا غادي نطيبوها هنا في الكوكوط. صافي من بعد ما تشحرات ليا البصله، هانتوما كي كتشوفوا دبالت غير واحد شويه صفارت، غادي نضيف عليها الخضر كما تلاحظون. هاد الكوكوط ديالي انا صغيره، راني دايراها خصيصا غير الشوربات. هنا غادي نبدا كنضيف التوابل، فضفت واحد ملعقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، يعني واحد الكميه مهمه من الزنجبيل، واحد شويه ديال الابزار ماشي بزاف. كذلك غادي نضيف واحد الفلفله حاره، يعني عندي هنا فلفله حاره السودانيه كيف كنقولوا ليها السودانيه. غادي ندير واحد جوج هكا مزيودات ديال السودانيه. بطبيعه الحال ضروري من الملح، انا راه درتها في الاول.
وهنا الفول غادي نديرو بالما ديالو، يعني مغسول ومنقوع فيه، مكاينلاش نضيعو ديك الفوائد ديالو، فدرتو بالما ديالو، من بعد غادي نضيف الماء المغلي الكافي، وغادي نوضعو فوق النار، ندير عليه الكوكوط كتصفر، هنا الماء مغلي، غادي نخلي الكوكوط كتصفر حتى طلع التصفيرة، وغادي نقص ليها ونخليها واحد المدة ديال ربع ساعة. هنا عندي هنايا أنا هاد الراس ديال هاد الحوتة ديال هاد السمكة اللي استفدت منها، قليتها وبقى ليا هاد الراس هكا باللحيمات ديالو، هو اللي غادي ندير في هاد لاصوب، أو ممكن نتوما ديرو مرق السمك أو أي سمك عندكم، المهم أنا نكهته بهاد السمك هو اللي درت فيها. صافي من بعد ما طاب هانتوما كتشوفو، غادي نزول هداك السمك، وغادي نحاول ناخد ديك الهبيرة ديالو نضيفها على الشوربة ديالي، أو نكتفي غير بالنكهة ديال السمك، وغادي نزول هاديك المزيودات ديال الحارة باش ما تجينيش حارة تاني بزيت، لأن فعلا هادو راه حارين بزاف. صافي، وناخد واحد البرا ميكسور هي اللي غادي نطحن بيها الشوربة ديالي، غادي نحاول أنني نطحنها جيدا. صافي من بعد راه غادي ندير ليها البرا ميكسور وغادي نطحنها جيدا حتى تعطيني مقام كريمي، وهكذا نكون حضرت البصارة بالخضر وبالسمك، لذيذة جدا. نضيف لها واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق، كتجي لذيذة وكتجي رائعة جدا. نتمنى أنكم تجربوها بالطريقة ديالي. تحياتكم طيبة، إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. ما تنسوش ليا اللايك، ما تنسوش ليا التحفيز وتشجيع. شكرا للمشتركين، شكرا لكل من دخل عندي ودار لي تعليق ودار لي لايك، شكرا بزاف. المتابعين الجدد شكرا لكم، تبارك الله عليكم، شهيتكم طيبة. وما تنساوش تجربوا هاد الوصفة البصارة بالخضر، راه كتجي رائعة وكتجي لذيذة وكتجي مميزة صراحة. وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.